بسم الله. ليه السطر ده ممكن يطلع 4 مع إنه string؟ طيب، خلينا نشرح الفكرة واحدة واحدة. الفكرة هنا إن الجافا سكريبت عندها حاجة اسمها تحويل التلقائي للأنواع. اتكلمنا فيها في كذا فيديو قبل كده. يعني إيه؟ يعني لما الجافا سكريبت هتلاقي عملية حسابية زي الضرب دي بتحول البيانات اللي قدامها لأرقام حتى لو كانت string. طب ليه الضرب تحديدا؟ لأن عملية الضرب في الجافا سكريبت مش منطقية للنصوص. يعني إيه أضرب كلمتين في بعض؟ ده شيء ملوش معنى. فالمتصفح بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك خلاص خلينا نحول نص لأرقام، ولو نجحنا في تحويله نكمل العملية عادي. طيب، إيه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ اللي بيحصل هنا إن إحنا مثلا لو أخدنا دي هنا شرحنا عليها. اللي بيحصل هنا إن بيقول له إيه؟ بيقول له تقدر تحول ده لرقم؟ يقول له خلاص أنا ممكن أحولها لرقم، هتبقى 2. طيب، هل تقدر تحول التانية دي كمان لرقم؟ هو بيمشي على النصوص فيقول له والله انا اقدر احول التانية دي لرقم. طيب جميل قوي. خلاص يبقى احنا لو خدنا دي وقلنا له نضربها في اللي انت حولتها التانية دي، يبقى خلاص هو حول الاتنين، ماشي على النصوص وشاف الاول هو يقدر يحولها ولا لا، ولقى نفسه ان عملية الضرب خليته يقدر يحولها. راح ماشي على التانية وراح قال لك خلاص انا حولت دي مش هحول دي يعني. فخلاص حول الاتنين وضربهم. فقال لك لا والله دي خلاص تمام كده، هي دي كده هتطلع 4. طيب حلو قوي، النتيجة هتبقى 4 ده علشان هو ضرب. احنا لو قلنا هنا، لو غيرنا لجمع هتطلع ايه؟ طبعا كله عارف اللي هي هتطلع سترينج 22. ليه اتعاملت مع الجمع كده وليه اتعاملت مع الضرب كده؟ علامة الجمع نفسها بتشتغل كجمع وبتعمل كونكاتينيشن للسترينج نفسه. فليه الضرب طلعت 4؟ لأن الجافا سكريبت بتحول النصوص لأرقام في طريقة الضرب. لو ما بتلاقي ضرب بتروح محولة النصوص لأرقام وتتعامل معاه، ولكن لما بتلاقي جمع بتتعامل معاه كنصوص عادية خالص. شكرا.